ازيكم؟ بقى لي كتير ما جيتش جنينة البرتقال هنا، بقى لي حوالي سنة تقريبًا ما جيتش هنا، وحشني المكان جدًا ووحشتني الجنينة. آمم، عايزة أحكي لكم حكاية كده بسيطة جات لي الفكرة بتاعتها من الcomments اللي الأمهات باعتينها بتاعة هو أنا اتأخرت على ابني، هو أنا هالحق أعمل اللي فاتني، هو أنا. بصوا هاحكي لكم حكاية هي حقيقية، بس مش هاقول اسم الأم اللي بعتت لي المسج. في أم أخدت معايا كورس مونتسوري 3 ل6 من حوالي سنتين 3 4 5 مش فاكرة بالضبط بصراحة، بس هي بتقول في الرسالة إنه بنتها كانت من عمر بنتي ريتال، وأنا كنت عاملة الكورس ساعتها وأخدته معايا أونلاين، وبعدين اشتغلت على بنتها واشتغلت معاها تنمية مهارات وعملت معاها حاجات كتير أوي، وبعدين اشتغلت سنة 2 3 ما حسيتش إن في عائد من اللي بيحصل، يعني ما حسيتش إنه ظاهر على بنتها الشغل اللي هي بتعمله، فجالها إحباط وحست حست بالفشل وحست ان الموضوع واضح كده انه مش ماشي مع بنتها يعني ومش هيجي معاها، فقررت ان هي توقف شغل، بطلت تنمية مهارات، وفي الوقت ده كانت جابت بيبي تاني، والطفل ده بقى عنده سنتين وثلاثة واربعة، وبنتها كبرت بقت اراوند 9 او 10 سنين. انا مش فاكرة المسج بالظبط، يعني مش فاكرة الارقام، لكن انا فاكرة المضمون بتاعها كله. فقالت فجأة بنتي نوّرت، بنتي اللي كانت مطفية ومش ظاهر عليها أي حاجة، فجأة نوّرت، فجأة ظهر عليها كل الحاجات اللي أنا كنت باعلّمها لها، فجأة ظهرت عليها كل المهارات اللي أنا اشتغلت عليها. آمم فجأة بقيت فخورة وعمّالة أبُص لها أوي إنه إيه ده! هو ممكن يظهر بعد فترة، هو مش لازم يظهر في نفس الوقت وهكذا. وبعدين فجأة وأنا فرحانة كده حسيت بإحباط، فشل، جلد ذات رهيب. ليه؟ لأني أنا سِبت ابني ضيّعته وخلّيته وأهملته وما وثقتش في أي حاجة من اللي بتحصل، فسِبته وما كمّلتش معاه. هي كانت باعتة لي المسج ده وبتقول لي أعمل إيه دلوقتي؟ بنتي منوّرة أوي، أوي، وابني مطفي جدًا، جدًا، وأنا مش عارفة أعمل إيه، حاسة إني ضيّعت الولد. أنا بصراحة ضد فكرة ضيّعت ابني دي يعني ضد فكرة إنه ما فيش فرصة تانية وما فيش أمل وما فيش، وما فيش، وما فيش. أنا ضد الكلام ده خالص، ما باحبوش. باحس إنه يعني إحنا خلاص بنموت، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لينا الحياة عشان نفضل نحبط وبعدين نجدد الأمل، ونحبط ونجدد الأمل، ونحبط ونجدد الأمل. ففكرة إن أنا فاتني حاجات مع ابني، طب ما أنا ممكن أعوّضها، ما أنا ممكن أشتغل عليها وأعوّضها، إيه المشكلة؟ فطبعًا قُلت لها يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مأخّر ظهور النتيجة على بنتِك، لأنه النتيجة مش لازم تيجي دايمًا زي ما إحنا عايزينها، في الوقت اللي إحنا عايزينه، بالشكل اللي إحنا عايزينه، لكن ما تستسلميش للحالة اللي أنتِ فيها وحالة جلد الذات. خلاص أنتِ كنتِ في حالة معيّنة حصلت ومرّت ومشيت، خلاص هي مش هترجع دلوقتي، يعني أنا مش هاقدر أرجّع السنين اللي فاتت في عمر ابني دلوقتي، لكن أنا بإيدي دلوقتي إن أنا آخُد القرار إن أنا أبدأ أشتغل من دلوقتي معاه، إن أنا أبدأ أهتم بيه، إن أنا أبدأ أنمّي مهاراته، إن أنا أبدأ أتعامل معاه بطريقة تاني مناسبة و و وبت بت بتشتغل على العلاقة اللي بيننا. ده اختياري، أنا دلوقتي في اللحظة دي أقدر أختار بين إن أنا أشتغل معاه وبين إن أنا ما اشتغلش معاه. فكّري في اللحظة اللي أنتِ فيها وما تقعديش تفكّري في الماضي واللي حصل، وافرحي بهدية ربنا اللي بعتها لِك، لإنه وراكِ على بنتِك حاجات مجهود لتعبِك وشغلِك. الحاجة بقى ده الmessage ودي يعني دي القصة اللي حصلت مع الأم. أنا باعتذر لكم إن أنا لابسة النضارة لإني ما أقدرش عندي حساسية في عينيّا وما باقدرش أبُص في الشمس من غير النضارة، فأنا آسفة جدًا إن أنا لابسة النضارة. تاني حاجة عايزة أقولها إنه مش الفكرة بس فكرة إنه أشتغل على ابني متأخّر والّا لأ، لو أنا حسيت إنه متأخّر لأ، ابدئي دلوقتي حالًا. الفكرة التانية فكرة إنه ما تستعجليش النتايج، أرجوكِ. الأم بتبقى عايزة تعمل الحاجة وتقعد بقى تستنى تشوف هو إيه اللي هيحصل، هو حصل والّا ما حصلش، هو مش عارف إيه. إحنا مأمورين كمسلمين كده بالأخذ بالأسباب، مأمورين إيه؟ بالأخذ بالأسباب. أنا باخد السبب، عرفت حاجة باطبّقها، باعمل اللي عليَّ فيها، ليّا نيّة وليّا هدف من وراها، إن ربنا إن أنا أربّي ابني أو بنتي تربية سليمة، إن أنا أعمّر هذه الأرض وأطلّع لها كائن محترم، مُنتج، مختلف، يعني كائن متوازن. أنا ليّا النيّة دي وليّا الهدف ده، أنا باشتغل على نيّتي وعلى هدفي، مش باقعد كل شوية قاعد مستني نتيجة، مستني ما تقعديش كل شوية مستنية نتيجة، لأنه طول ما أنتِ مستنية نتيجة هي مش هتظهر. النتيجة بتظهر إمتى؟ لمّا بتسلّمي أمرِك لله. أنا يا ربي مأمورة بإن أنا أعمّر الأرض دي، أنا يا ربي مأمورة بإن أنا أعمل كذا، أنا هاعمل الأمر ده، خلاص هامشي في السكة دي وربنا سبحانه وتعالى هيعوّضِك.
حتى في ناس والله بتفضل تشتغل سنين مع ولادها ما بيبانش في ولادها، يعني حتى العوض ما بيجيش في ولادها، النتيجه ما بتجيش في ولادها خالص، بتيجي في حاجه تانية في حياتها. فانت ما تحدديش انت عايزه النتيجه فين وامتى وازاي، ارجوكي سيبيها، هي هتيجي لوحدها، هي هتيجي بشكل ما، هتلاقي في رضا نازل في قلبك وفي روحك وفي حياتك، هتلاقي في حاجه مختلفه، مش لازم بالظبط في الشكل اللي انت عايزاه. فاشتغلي واعملي وثقي، يعني خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى هذا وعد الله، مفيش حاجه هتعمليها كويسه الا وهتلاقي قدامها حاجه كويسه، الا وهتلاقي قدامها حاجه تانية. امتى بقى؟ في الدنيا، في الاخره، دلوقتي، السنه الجايه، بعد بكره، ما تعرفيش بقى، ما هو مفيش تحديد، ما تتشرطيش على ربنا، يعني اعملي اللي عليكي وما تتشرطيش. اقعدي راضيه عن نفسك، انا عملت اللي عليا، انا اخذت بالاسباب، كان بايدي اعمل كذا وكذا، والحاجات اللي مش بايدك وخارجه عن ارادتك ومش قادره تعمليها او مش عارفه تعمليها تقعديش تجلدي نفسك عليها. ما هو دايما ربنا قال برضو، قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت بتعملي اللي تقدري عليه. انا هبص لنفسي دلوقتي، ايه اللي في ايدي دلوقتي اقدر اعمله؟ ايه الحاجه اللي انا قادره عليها هعملها. انا مش قادره عليه، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا مش قادره عليه. انا هبقى عارفه نفسي اذا كنت بتكاسل ولا لا، انا هبقى عارفه نفسي اذا كنت قاعده وبقول انا يعني انا اقدر اعمل ده بس مش عاملاها، ولا هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا بنبقى عارفين نفسنا من جوه بصدق. فانت صدقي نفسك من جوه، قادره تعملي ده وعندك الاليات انك تعملي ده، اعملي ده. مش قادره تعملي ده، خلاص اعملي المتاح معاكي واللي في ايدك تعمليه. ولا تتعجلي النتائج، ولا تنتظري النتيجه في نفس الشيء اللي عملتيه فيه. يعني اشتغلتي مع ابنك، ما تنتظريش النتيجه في ابنك، ممكن تجي لك النتيجه في علاقات تانية، ممكن تيجي نتيجه في مال، ممكن تيجي في صلاح حال ورضا نفس وطيب خاطر وعوض، ممكن تيجي في طمأنينة وسلام، ممكن تيجي في حاجات تانية كتير. لكن مش لازم تيجي في نفس المكان، ومش لازم تيجي بنفس الطريقه، ومش لازم تيجي في الوقت المحدد اللي انت حددتيه. فلو سمحتي ارجوكي ما تقوليش انا اتاخرت ما تقوليش هو انا ابني ضاع مني ولا ما ضاعش مني، ولا بنتي ضاعت مني ولا لا، انا حرانه جدا. فما تقعديش تقولي انا هلحقه، ده ضاع مني، راحت الدنيا، انا مش هعرف. ما تقوليش الكلام ده خالص. نفسي استعنت بالله سبحانه وتعالى، انا هعمل اللي متاح قدامي دلوقتي واللي اقدر عليه، واللي ما اقدرش عليه ده مش بتاعي ومش رزقي، انا ليا رزق تاني ربنا هيديهولي في حاجه انا مش عارفه هي ايه. استشعري معيه الله، استشعري طمانينه، استشعري البركه، استشعري الرضا، استشعري كل الحاجات اللي تخليكي امنه مطمئنه، مش متوتره ومتعصبه وحاسه ان في حاجات كتير فايتاكي. مش فايتك حاجه اكتر من اللي متاح قدامك دلوقتي. اللي متاح قدامك لو ما اشتغلتيش عليه واستثمرتيه واستغلتيه هيبقى فايتك، لكن مش فايتك اي حاجه تانية لانها مش رزقك ومش بتاعتك. فما تشغليش بالك باللي مش عندك، وما تشغليش بالك باللي مش رزقك، اشغلي بالك بالمتاح عندك دلوقتي. خليكي في اللحظه اللي انت فيها دلوقتي، بصي لحياتك، شوفي ايه اللي فيها، استشعري بركه ربنا سبحانه وتعالى، واستشعري اللطف والرحمه والكرم ربنا، واطمعي في كرم الله قوي 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 براحتك. ما تطمعيش في كرم البشر، اطمعي في كرم ربنا قوي 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 براحتك. هتلاقي ربنا نزل على قلبك طمأنينة وهدوء وسلام وسكينه، خليكي راضيه عن كل اللي بيحصل. ممكن تكون الدنيا احوالك كلها وامورك كلها متطربقه حواليكي، بس انتي من جوه في طمأنينة، في رضا، في سلام، في يكشي يولع كل حاجة، أنا في سلام، أنا في معية الله. استشعري ده، هتحسي إن انتي آمنة ومطمئنة ومش مقصرة في حاجة. احنا بنحس ان احنا مقصرين لما بيبقى في ايدنا حاجه وما بنعملهاش، لكن لو حاجه مش في ايدك ما ينفعش تحسي بالتقصير، ما ينفعش تحسي بجلد الذات. لو انت حتى في ايدك حاجه لكن عندك حاله نفسيه معينه او في ظروف معينه مش قادره تستغلي الحاجه دي، يبقى دي خارجه عن ارادتك. ربنا رزقك شيء من المرض او من سواء المرض النفسي او البدني او الظروف، ربنا رزقك ده وعارف قدراتك، عارف انك تقدري تفوت تعدي في ده او تريحي في ده وما تقدريش تقعد يعني تقومي منه. فبتاخدي شويه هدوء سكون، وكلنا بيجي علينا اللحظات اللي ما بنقدرش نعمل فيها حاجه. انا جات لي سنه بحالها كنت فاقده الشغف في كل شيء، في وسط رحله شغلي وامومتي وكل حاجه، كنت فاقده الشغف في كل شيء، وكنت حاسه ان انا خلاص، انا بالنسبه لي كده انتهى، انا مش عايزه ابقى، مش عايزه حاجه تاني. فقدت الشغف في العلاقات وفي الناس وفي المال وفي كل حاجه، كل حاجه مش عايزه اي حاجه خالص. وسبحان الله خدت ريست وبريك وهديت مع نفسي وعليت روحانياتي واطمأنيت بالله سبحانه وتعالى واستشعرت معيه الله، فربنا اداني سلام وطمأنينه وسكون.
قصة كل واحدة مختلفة، ظروف كل واحدة مختلفة، حياة كل واحدة مختلفة، لا تقارني حياتِك بحياة حد، ما تقارنيش ظروفِك بظروف حد، رزقِك مش زي رزق حد تاني، ممكن يكون أنتِ عندِك رزق أكتر وأنتِ مش واخدة بالِك ومركزة بس على رزق حد تاني، ممكن ربنا ياخد من حد تاني رزق كتير ويدّي له رزق في حاجة هي باينة أوي، ما تركزيش مع الخلق أوي كده، وما تركزيش مع جلد الذات أوي كده، وما تركزيش مع التقصير أوي كده، ركزي مع أنا ممكن أعمل إيه دلوقتي، إيه الخطوة اللي ممكن آخدها تحسّن من جودة حياتي أو تخلّيني أنا أروح مع ولادي في حتّة أحسن. جاوبي على السؤال ده هيخلّيكِ تروحي في حتت أحسن كتير من اللي أنتِ عمّالة تاخدي فيها وتفكّري فيها في الماضي، فكّري في أنتِ رايحة فين، أنتِ وولادِك move forward وشوف أنتِ رايحة في أنهي حتّة وإزاي هتوصلي لها.